تقريبا آخر فرصة في المباراة لفريق الأقصى فلسطيني. جمال الحولي بهي كرة عرضية ترتد، تسديدة على الطائر ترتد من القائم وكرة، وهدف ثالث، هدف ثالث لفريق الأقصى فلسطيني. اللاعب رقم 11 اللاعب رأفت ربيع يحرز هدف التعادل لفريق الأقصى فلسطيني في اللحظات الأخيرة أيها الأعزاء من الوقت بدل الضائع من أحداث المباراة. إذا 6 أهداف في مباراة اليوم. شاهدوا جمال الحولي بهي كرة عرضية رأسية مقطوعة وتسديد على الطائر من فادي سالم، ترتد من القائم يحولها على طول اللاعب رأفت ربيع داخل الشباك. يعلن الحكم الآن عن نهاية أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف بين كلا الفريقين، الأقصى فلسطيني والنجم اللبناني. مباراة جاءت غزيرة بعدد الأهداف من كلا الطرفين. كان معكم المصورون نزار أبو زيد، باسم أبو حماد، خلدون